السلام عليكم. رد فعل جنوني من تركي آل الشيخ بعد اكتساح الأهلي للزمالك برباعية، ويسخر من مرتضى منصور ويهاجم الحكم محمود البنا. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد اكتساح الأهلي للزمالك برباعية في المباراة التي تألق فيها حسين الشحات، فقد صرح تركي آل الشيخ وأدلى بتصريحات نقلتها صحيفة عكاظة السعودية، وقال: أنا سعيد وحزين في نفس الوقت بعد فوز الأهلي على الزمالك، وأنا أرى أن الأهلي كان قادر على اكتساح الزمالك بأكثر من 6 أهداف، ولكن الحكم محمود البنا كان له رأي آخر باحتوائه لنادي الزمالك، وأنا لا أعرف سر احتواء الحكام المصريين للزمالك عندما يشاهدون الأهلي يفوزون عليه بنتيجة ثقيلة، فيحاولون هؤلاء الحكام تقليل هذه الفجوة بين الأهلي والزمالك. فهذه المباراة لو كانت بحكم أجنبي، أعتقد أن الأهلي كان سيفوز بأكثر من 6 أهداف، فالأهلي ضيع الكثير من الأهداف في هذه المباراة. وأندهش أن مرتضى منصور وميدو كانوا يتغنون بالزمالك قبل هذه المباراة، وبالمدرب أوسوريو أنه قادر على هزيمة النادي الأهلي. أعتقد أن مارسيل كولر جعل هذه الأحلام كوابيس لمرتضى منصور وميدو ولكل الزملكاوية، فالأهلي لا يقدر عليه أحد في مصر الآن ولا في إفريقيا. وكنت أتمنى مشاركة النادي الأهلي في البطولة العربية التي ستقام في المملكة العربية السعودية هذا الشهر، وأعتقد أن الزمالك سيكون حصالة المجموعات في البطولة العربية، لأنه سيواجه النصر السعودي الذي يملك كريستيانو رونالدو. فتهانينا لكل جماهير النادي الأهلي بهذا الفوز الكبير على الزمالك، وأتمنى تتويج الأهلي بكأس مصر على حساب الزمالك أيضا. وفي النهاية، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.